السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا في غياب دام لأكتر من شهر ما دلتش فيديوهات. تمام. لكن تلات أربع نقاط بسرعة كده هتكلم فيهم من غير إزعاج ومش هطول بإذن الله إن شاء الله. أولا خالد الجندي أو ما يقال عليه الشيخ خالد الجندي، وهو أبعد ما يكون عن المشيخ، أو هو لا شيخ ولا يعرف المشيخ من هنا هناك، وهو انتهى أمره وهو عارف إن هو انتهى أمره وقضي الامر فيه. طبعا كلكم شفتوه بالنيو لوك. تمام. انك تقتنع بشيء يعني دي حاجه، وتطبقه في حياتك دي حاجه، وانك انت تحاول تقنعني بدي حاجه تاني. انت شايف انت حاليا بتفصل دين على هوا اللي خلفوك، ده مفروغ منها. واحنا في غنى عن ده، يعني احنا في غنى عن ارائك وعن شكلك وعن اشكال اللي زيك خالص. انت لا انسان يتخذ عنه علم، ولا انت في نظر اي حد على مستوى جمهوريه مصر العربيه قاطبه بما فيها الدوله نفسها اللي مشغلاك. تمام. انت مش في نظرهم شيخ، انت مجرد بغبغان بتوجه لك الاوامر وبتقول لك اطلع قول كذا فبتقول كذا. فانت منتهي امرك. تلبس لبس ابراهيم عيسى وحمالات، تحتفل بعيد ميلادك مع اسره مسيحيه، ما تصومش في رمضان، تطلع تقول اتهرتل اللي انت عايز تهرتله. انت منتهي امرك. لكن ما تحاولش تجبر حد او تحاول تفهمنا ان هو ده الدين الصحيح وان هو ده التصرف الصحيح خالص، او انك انت تشتم في الشيخ ابو اسحاق الحويني او الشيخ مصطفى العدوي وتقلل من الناس دي ومن قدرها. اختلف او اتفق معاهم، لكن انت بتفجر في الخصومه مع الناس دي، وده بيقللك في نظرنا وانت امرك منتهي. انت لا تعدو كونك طبال بوق للنظام. وبالمناسبة انا مش بختلف مع اي حد يعارض او يأيد، دي حرية شخصية ما دام انت انسان مش مخرب، انت انسان مش همجي، انت انسان مش عايز تخرب البلد، مش عايز توجع البلد. فالطبيعي جدا او ابسط حقوق انك انت لو في حاجة عجبك ما تقول ما عجبانيش. تمام. لكن بعيد عن التخريب، بعيد عن التآمر، بعيد عن اي حاجة. تمام. دي بالنسبه لخالد الجندي، اللي هو انسان انا شايف انه انسان حقير بصراحه ربنا يعني. ومش الواحد مش عايز يدخل في الفاظ لان انا ماسك نفسي بالعافيه من الغيظ منه. وطالع يقول اركان الاسلام مش خمسه، امال كام؟ 8 ولا 12 ولا 18 على هوا اللي جابك انت بتقسم في الاسلام مثلا. تمام. ده شخص منتهي امره. ثانيا، اعلامنا المصري الكريم الشريف العفيف اللي كل الكلام اللي انا قلته ده ما هوبش عنده. تمام. لميتها هتفضلوا كده يعني. والاعلام الخاص اللي هو محسوب على الدوله، وانا اقصد هنا واحد زي مثلا احمد موسى، واحد زي عمرو اديب، واحد زي تامر امين، لميس الحديدي، اللوكشه دي، الباكج اللي هيجي على بعضه كله مره واحده ده، يعني ده كله ده اقصد ده اعلام خاص على فكره بس محسوب على الدوله. تمام. هتنضفوا امتى؟ يعني هتتعادلوا امتى؟ هتبقوا اعلام ناخد منه معلومه ونصدقه امتى؟ من الاعلام الدول اللي حوالينا كلها بيتقدموا من افضل لافضل من افضل لافضل، وانتوا محلكم زي بتتعاملوا مع الشعب المصري بنفس طريقة الستينات والسبعينات والثمانينات، اللي هو ما كانش فيه أي مصدر للمعلومة غير التلفزيون. فأنت ممكن أصلا رئيس الدولة يموت وأنت ما تعرفش، زي ما حصل كده في الاتحاد السوفيتي ولا الكلام ده يعني. تمام. لكن في عصر السوشيال ميديا الرهيب اللي احنا فيه ده، في بدل المصدر مليون للمعلومه. فانا انت مش مصدق بالنسبه لي، وسهل جدا انكشف كذب. الاغرب انكم انتم انتوا عارفين انكم انتوا كدابين ومتماديين في الكذب. انضفوا. انضف. ما حدش قال لك اطلع اعمل ثوره مثلا، ما فيش الكلام ده خالص. انا ما عنديش مشكله معاك خالص انك انت تأيد، لكن الاسلوب نفسه، الطريقه نفسها. تمام. احنا مع بلدنا ومع مستقبل افضل لبلدنا، مفيش اختلاف عليه الكلام ده خالص. لكن الاسلوب نفسه. وبالنسبه للدوله، يعني في الفتره الاخيره وفي الانتخابات الشات شويه كتار يا سياده الرئيس، الشات مرتضى والشات سيد علي باين ما عارف عبد الرحيم علي، والشات شويه كتار خالص. ما جاتش في دول يعني. شوتلنا احمد موسى بالمره، وشوتلنا تامر امين، وشوتلنا اللوكشه دي اللي على بعضها، ونظف الاعلام. الاعلام مواجهه الدوله يا ريس. الاعلام مواجهه الدوله يا ريس. نظف الاعلام من الاشكال الواطيه دي. تمام. لانه والله العظيم، والله العظيم بنتعاير بيهم والله. لا تكاد تدخل في نقاش مع واحد عربي الا وهيمسح بيك الارض في لحظه كده، لمجرد ان بس احمد موسى دي محسوب على اعلامنا. فيا ريس ما شنجتش في دول يعني. يعني انت شتوا مرتضى منصور وشتوا عبد الرحيم علي وهم ما انت علمون. تمام. فما جاتش في احمد موسى يعني، اتخنقنا منه.
اتخنقنا منه كذاب وهو كذاب، واتخنقنا من تامر امين يا ريس، واتخنقنا من ابو عمرو موسى، عمرو موسى ايه، عمرو اديب، الله ينعل اقول ايه بس. اتخنقنا منها الاشكال الواطيه ده يا ريس، ما شنجتش في دول، غيرهم في وجهه التغييرات اللي هتحصل دي كلها يعني. لكن دول ليهم 6 سنين في بوزنا، اتخنقنا وصلنا هنا. اقسم بالله العلي العظيم انا لما بسمع احمد موسى بيتكلم بيرفع الضغط عليا من الغيظ منه. عجب عايز اضرب ايدي في شاشه التلفزيون كده، طلع رجب الزورو كده وازمر فيها وارجعه تاني. فخلصنا منهم بالله عليك يا ريس، بالله عليك خلصنا من الاشكال الوسخه دي. اتخنقنا وهات لنا شويه جديد، ايه المانع لما نجيبوا شويه جداد يعني ونتخانقوا منهم ونشوتهم؟ تمام. وما دام هو سكريبت واحد هيتوزع على الكل فجدد، ان يعني التجديد مطلوب. احنا كده كده مش بنصدقهم ومش هنصدقهم، مفروغ منها. ده تبص على ده اتخن واحد الفيديو بتاعه بيعمل له بتاع 600 700 مشاهده على اليوتيوب ولا الفيس. والله العظيم زي ما بكلمكم بصوا على فيديوهاتهم، فهم مفقوده فيهم المصداقيه. واعلام خاص، اعلام خاص، مش الاعلام الرسمي بتاع الدوله، لا هو القناه الاولى ولا هو القناه الثانيه. لكن حرام البس في احمد موسى 3 ساعات على قناه صدى البلد. حرام اتقوا الله فينا. حرام البس في تامر امين، حرام البس في واحد خمرجي زي عمرو اديب وهو بتاع كاس. عارفين ده. ما تشوف فيديوهاته هو كان يطبل المبارك والعلاء والجمال، ما تشوفوش هو لما قلب على علاء مبارك. الناس دي ناس يعني مهما اقذر من القذاره، لا دين ولا كرامه ولا اي حاجه. الناس دي منتهي امرها، فما جاتش فيهم يعني يا ريس. شوت دول وهات لنا طقم جديد من باب التغيير. احنا حتى لو طقم جديد هيجي كداب برضه مفيش اي مشكله، بس من باب التغيير. لكن البس في احمد موسى 3 ساعات في اليوم يا ريس، 3 ساعات. حرام اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. هيرفع عليه الضغط، الله يولع فيه في ايامه. ده مبدئيا بس. وخالد الجند برضه يعني دي شكل شيخة. ده اساء للازهر واساء للمشيخه. ده يقف على منبر رسول الله، ده بحملاته. ما لقيتش غير ابراهيم عيسى دونا عن طوب الارض 104 مليون قدامك، ما لقيتش غير ابراهيم عيسى تقلده. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ارجو ان الرساله تكون وصلت ونخلص من احمد موسى. قادر يا امين يا رب، ان شاء الله باذن الله ربنا قادر على كل شيء، ونشوف طقم جديد. تمام. حتى ما تعملوا لهم مده طوارئ، ما تعملوا لهم مده يتغيروا فيها كده. يعني مثلا الاعلامي ليه 4 سنين وليه الحق انه يجدد 4 سنين تاني وباقي ما نشوفش شكله، او سنتين وسنتين. نعمل لهم انتخابات الاعلامي. ايه المشكله لو عملنا للاعلاميين انتخابات؟ لكن حرام يتفرض عليا انا ده، حرام يتفرض عليا الاشكال دي في بوز دي. وزهقت منهم، وحتى ما يجددوش في تطبيلهم ولا في كذبهم. يعني ما فيش تجديد. يعني الناس بتجدد في التطبيل في الكذب. اجمع فن جديد كده، حاول تقنعني بيه وابقى عارف انك انت كذاب برضه، بس مصدقك برضه. انا هعمل نفسي مصدقك وهعمل نفسي عبيط معاك. لكن هو ما يجددوش خالص، ما فيش اي تحديث هينزل ليهم. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.